وقبل الإعلان الرسمي المرتقب في غضون الأيام القليلة المقبلة، علمنا من مصادر جد مطلعة أن الركراكي تواصل مع جل الأسماء المشكلة لقائمته النهائية، تاركا الباب مفتوحا أمام بعض الخيارات في مراكز محددة، علما أن منافسات الدورية الأوروبية ما زالت مستمرة لغاية نهاية الأسبوع الجاري. ويتخوف الناخب الوطني بمعية طاقمه المساعد من هاجس الإصابات المفاجئة، خاصة خلال هذه الفترة الحساسة التي تسبق توقف الدورية الأوروبية والإعلان عن لائحة المشاركة في المونديال، لا سيما وأن الركراكي قد وضع تصوره للمجموعة التي ستقود الأسود خلال المحفل الكروي العالمي. في مركز حراسة المرمى يبدو أن المدرب المنتخب المغربي قد وضع ثقته في أحمد رضا التكنوتي حارس مرمى فريق الوداد الرياضي البيضاوي في الصراع الأخير مع أنس زنيتي حارس مرمى الرجاء الرياضي البيضاوي على الرقم 3 في حماية عرين الأسود، إلى جانب الحارس الرسمي ياسين بونو المحترف في صفوف إشبيلية الإسباني، ومنير محمدي حارس مرمى الوحدة السعودي.